انت لو ما بتحبش الفيلد بتاعك ده مش هتعرف تدي فيه. وانت لو شاطر هتستحمل الضغط ده. انت لو مش حابب هتخلع، هتقول لنفسك لا انا هروح على طريق اسهل من كده بشويه. اليوم كله بيبقى مشاكل وبريشر وضغط، بيجي بقى الوقت عايز بقى يفصل فيه، فعايز يبسط نفسه. انه افتكر ان جسمك هو اللي هيشيلك، مش العماره اللي انت بتبنيها ولا البيت اللي انت بتقفله ولا الشغل. والله صح. جسمك في النهايه هو اللي هيشيلك، ولو خانك محدش هيسمي عليك. الوظيفه خلاص. اللي انت فيها هتتبدل منها تاني يوم. هو الجيم ان جنرال بيحافظ بس على الكتله العضليه بس، هو مش بيخسس. لا طبعا مش بيخسس. بس الحركه في خلال اليوم تخسس. في عالم مليء بمهندسين وشوية ناس تانيين، نحييكم في بودكاست مصمم ومصمم. أنا أحمد فكري، ودي الحلقة الرابعة. النهاردة إحنا جينا لكم بحاجة very special، حاجة مختلفة. أحلى حاجة فيها إن هي هتغير الكلمة أو المقولة المشهورة بتاعت مهندسين وشوية ناس تانيين إلى طب وهندسة وشوية ناس تانيين، أو دكاترة ومهندسين وشوية ناس تانيين. معنا النهاردة حد very special، تألق الفترة اللي فاتت وكان موجود على السوشيال ميديا، ومين مننا ما شافوش على السوشيال ميديا ولفت نظره بآرائه وبأسلوبه وبطريقة كلامه وبالنولج الجديدة اللي كان بيضيفها لنا. احنا ضيفتنا النهاردة هي أخصائية التغذية آية ممدوح. ازيك يا آية؟ ازيك يا احمد؟ ايه المقدمه الحلوه دي؟ ربنا يخليك. يعني انت بقالك فتره عامله على السوشيال ميديا اكشن جامد، ومش بس على السوشيال ميديا، انت عندك نوليدج حلوه لفتت الانظار وخلت الناس تتابعك وتشوف هي ايه، مين دي، بتقول ايه الموضوع. انا لفت نظري في الكلام بتاعك حاجتين. اول حاجه ان انت مبسطه المعلومه، وده من وجهه نظري التالنت، انت موهوبه في الحته دي، انك عارفه تبسطي المعلومه وتوصليها من غير ما تعقدي الدنيا على اللي بيسمع، فبتخلي اللي عايز يسمع مبسوط. الحمد لله. وتاني حاجه، ودي نقطه احنا كنا بنتكلم فيها من شويه، هو انك غيرتي المفاهيم اللي توارثتها الاجيال باراء قد تكون صادمه الى البعض. ان احنا كلنا اتربينا على يعني كلام معين وتفاصيل معينة، وفوجئنا فجأة انك بتقول لنا تفاصيل غير كل الكلام. بكسر التابوهات تماما بتودينا في منطقة تانية خالص. وده اللي برضو لفت إليك الأنظار. واحنا هنا في بودكاست مصمم ومصمم بنحب دايما نستضيف شخص مصمم على النجاح، وانت نموذج لهذا التصميم. شكرا. فعايز الأول أبدأ معاكي من البداية. ليه اخترت الكارير ده، وايه الهدف منه، ويعني واحكي لنا اكتر عن آية. يعني هو انا اخترت الكارير ده بناء على تجربة شخصية. اوكي. انه جالي مرض مناعي. بعد ما جالي المرض المناعي، لانه قصة حكيتها قبل كده بس يعني بريفلي، مرض مناعي disabling، يعني ممكن يسبب الشلل او يسبب العمى او يسبب اي انك تخسر وظيفة من وظائفك الحيوية او حاسة من حواسك. فابتديت ادور هو انا ازاي اعالج المرض ده، مش اعالجه، طب ازاي اتعامل معاه، ازاي اعيش بصحة، ازاي ان انا موصلش لمرحلة ان انا مشلولة او عمية أو اني فقدت بصري. يعني انا فعلا فقدت بصري. واو. وجربت فكرة ان انا افقد بصري. فقدت بصرك توتالي خالص؟ فقدت بصري من عين واحدة توتالي. وكان برضو عمري صغير جدا، فكانت تجربة قاسية قوي عليا، بس انا ما خدتهاش بضعف. وده تقريبا بفضل اهلي، انه قعدوا يقولوا لي مفيش حاجه، انت كويسه، انت زي الفل، بطلي ما تعيشيش دور التعبانه. اتضايقت وقتها ان انا عايزه اعيش في الدراما، عايزه احس انه في تاثر، عايزه احس الجزء النفسي. بعدين لقيت انه لا، انا امي بتقول لي كلام صح، ما تقومي كده شوفي هتتعاملي ازاي انت. ما هو مش طبيعي يقولوا لك هيجي لك مرض مزمن. يعني مرض مزمن ده ما فيش منه علاج طبعا، زي السكر مثلا، يعني فيش منه علاج. ده حكايه. ده انت بداتي على طول دخلتي علاج أوكي. علاج للابد، وعلاج مش هيعمل لي، مش علاج تام، وكمان مش زي السكر. ده السكر بسيط قوي جنبه. يعني انا كنت بسمع السكر ده مصيبه، لا طلع انه الام اس هو مصيبه اكبر بكتير من اي، يعني اصعب مرض مناعي هو الام اس. هو من اسمه الام اس. اوكي. مالتيبل سكليروسيس او التصلب اللويحي المتعدد. فطبعا لقيت نفسي انه في طريق تاني. الطريق التاني ده ايه؟ ان انا اعيش هيلثي. طب انا فكرت فيها بطريقه معينه كده زي المهندسين. قلت لنفسي لو انا عندي كيوبس كتير بايظه هقع.
بس لو عندي كيوب واحدة بايظة والباقي كله سليم هيسند البايظة. اوكي. ففكرت بمنطق انه لو انا عندي حاجة بايظة طب ما اصلح كل اللي حواليها بحيث ان انا يبقى جسمي قادر ان هو يحارب البايظة. لانه قالوا لي انه الدمج اللي حصل مش ريفرسبل، يعني ما ينفعش نرجعه تاني. اوكي. بس انا قلت ازاي اوقفه؟ طب ازاي اخلي جسمي كله يسندني؟ يعني ازاي اخلي حواسي التانية تسندني بحيث ان انا ما اقعش بسهولة، ما بقاش سريعة في ان انا اتهز او ان انا اتكسر. فابتديت اتجه ان انا دورت، طبعا شفت نماذج كتير قوي بس غرب. للأسف ما كانش في عرب خالص بيتكلموا عن فكرة التغذية. رحت لدكتوري مخ واعصاب، دكتور محترم وشاطر جدا، بس هو ما الحته دي ما كانتش هايلايتد عنده. فقلت له دكتور التغذيه، طب الحياه الجلوتين فري، طب الحياه الشوجر فري. ضحك وقتها لانه ما فيش يعني سبوت لايت قوي على الموضوع، هو عنده حاجات اهم واكبر الراجل. مش هتكلم يعني. فلقيت انه الغرب بيتبعوا التغذيه اول حاجه. يعني لو انت جالك MS انت رقم 1 اللايف ستايل والتغذيه والمنتل هيلث، صحتك النفسيه، اكلك واسلوب حياتك، بتحرك كتير، بتلعب جيم، بتروح. فلقيت انه لا يا جماعه وفي قصص نجاح كتير. فابتديت اتجه للموضوع. بعدين قلت لنفسي طيب ما انت مش عايزه تخدمي نفسك بس، ما تبقيش انانيه، ذاكري. خدمي الناس بقى ذاكري. لانه انا كنت بلاقي نفسي انه انا قاعده طول الوقت بعملش حاجه غير ان انا بذاكر. طب بذاكر ومن غير ما اخد شهاده، طب ما اذاكر واخد شهاده. فقعدت اذاكر لحد ما لقيت الموضوع ده هو ده اللي انا بحبه، هو ده اللي انا عايزه اعمله، هو ده اللي انا عايزه اساعد بيه الناس. لقيتي نفسك فيه؟ لقيت نفسي جدا الحقيقه، لانه لقيت ان انا بتحسن. وحصل لي بعدها تجربه، لقيت انه بجد اللي شافاني وقتها هو كان التغذيه. انك غيرتي اللايف ستايل بتاعتك وغيرت طريقه اكلك والمنظور عامه للحياه كله انت غيرتيه تماما. من واحده كنت باكل اجيب الجار بتاع النوتيلا بجد، واو، ومعاه كيس توست وافضل اكل فيه. كنت مدمنه سكر. وعلى فكره هتلاقي دايما اللي عنده مرض مناعي مدمن سكر غالبا. هو السكر اللي بيعلي التهابات في وهل لازم يكون وزنه زايد باين عليه ولا مش شرط؟ ممكن واحد يبقى مش شرط خالص. مش شرط، بس هتلاقي عندك مشكله، يعني هضمك مش تمام، تلاقي نفسك بتاكل سكر كتير، مقليات كتير، بتشتهي كتير السكر، متشبعش منه. ده سببه ايه بقى؟ ده سبب مقاومه الانسولين والتعود على اكل السكر والنشويات من وانت طفل. وده برضو غلط. صح. يعني انا طالعه من بيت امي بتاكلنا اكل صحي وكل حاجه، بس كنت بهرب منها عشان اكل زي صحابي جانك فود. اوكي. كلنا عملنا كده. كلنا يعني مهما حاولوا الاهل يقولك الرز والخضار واللحمه وانت بتعملش كده، انت بتدور على بتدور دايما على الاكل بره والسويتس، واحنا صغيرين السويتس والتيك اواي والجانك فود والكلام ده كله. طبعا ده مأساة. كنت اكتر واحده بتاكل مقليات، اكتر واحده بتاكل شوكولاته بالذات بعشقها. قلت لنا على فكره بحب الشوكليت، بس بقيت اختار الشوكليت بتاعتي. ما دي جزء لسه هنتكلم فيه. ان اللي انا فهمته من يعني الفتره اللي فاتت اتفرجت على فيديوهات كتيره ليكي، اللي انا فهمته ان انت بتقولي كل حاجه، بس اختار من كل حاجه حاجات معينه. يعني الشوكليت في نوع معين من الشوكليت. الرز في نوع معين، الزيوت انواع معينه. يعني هنتكلم في الجزء ده. بس انا عايز اقول لك حاجه ظريفه جدا، ان البودكاست اسمه مصمم. انا دايما في اخر الحلقه بسالك السؤال ده، بقول لك ايه المشكله اللي واجهتك في حياتك واللي انهارتي فيها واللي كنت فيها مصممه على النجاح. فانت بداتي معايا بالموضوع ده، ان هو ده الانسبايرنج اصلا اللي خلاكي تاخدي الطريق ده، ودي حاجه بصراحه حلوه جدا. خليني اتكلم معاكي في نقطه تانية. انا راجل ديزاينر ومهندس، واغلب الناس اصحابي وحتى الناس اللي بتتابع البودكاست ده واللي بتشوف البرنامج او البودكاست ده بيبقوا مهندسين. المهندسين بيبقوا نوعين. في نوع اغلب وقته قاعد في البيت او في المكتب بيشتغل بس من على الكمبيوتر، فهو لو صحي الساعه 8 9 الصبح قاعد لحد الساعه 5 6، وبعد كده لو عنده بقى شغل برايفت بيقعد من 6 لحد 12، هو قاعد بس على المكتب ما بيعملش حاجه غير كده. وفي نوعيه تانية هو بيصحى الصبح في العربيه من موقع لموقع واقف مع العمال، اي جانك فود، كوبايه الشاي بنسميها الشاي بالنشاره من كتر ما حواليك خشب ومليانه سكر وايه يضرب والكشري. فالناس دي ناجحه جدا في شغلها بس بتعاني جدا صحيا. انا نفسي من خلالك وان انت متواجده معانا النهارده انك تقولي لنا ازاي نعرف ان احنا نعيش صح زي ما احنا بننجح في حياتنا كمهندسين، نعرف ان احنا نعمل البالانس ده، ان احنا نحافظ على صحتنا والتغذيه بتاعتنا.
اول حاجه هقولها لكل المهندسين اللي بيتفرجوا علينا، انه افتكر ان جسمك هو اللي هيشيلك، مش العماره اللي انت بتبنيها ولا البيت اللي انت بتقفله ولا الشغل. والله صح. جسمك في النهايه هو اللي هيشيلك، ولو خانك محدش هيسمي عليك، بس الوظيفه خلاص. اللي انت فيها هتتبدل منها تاني يوم. صحيح. فاول حاجه حط جسمك ونفسك اولويه. طيب انا ازاي هعمل كده؟ انت بتقولي كلام خارج الواقع، وده اللي انا بسمعه طول الوقت. بالزبط. لا، مش خارج الواقع. لما اكون محضر لانش بوكس بتاعتي من قبلها بيوم بالليل نص ساعه، وحاطط فيها الاكل اللي يفيدني واللي يشيلني واللي يسندني، مش هيجرى حاجه، صح؟ لو عملت الشاي بس ما حطيتش عليه 500 معلقه سكر، شربت الشاي واستمتعت بيه، تمام. بس انا هقول لك ايه اللي بيخلي غالبا الناس اللي طبيعه حياتهم كده. اول حاجه هتكلم عن الناس اللي بتتنطط ما بين موقع وموقع. اوكي. دول غالبا بيحصل لهم جفاف، عطش زياده، ما بيشربوش ميه وبينسوا شرب الميه، فبيتحول معاهم لاحساس ان انا مهبط فجعان. صح. وهو بيبقى عطش، بيبقى صح. جفاف. خدي بالك ان هو بيبقى فيري ستريسد في شغله، يعني طبعا. شغله صعب جدا طبعا معاه حق. بس في برضه دلوقتي بوتلز، والناس اللي انت بتتكلم عنهم اللي بيتنططوا من موقع لموقع اكيد معاهم عربيه. طبعا. فلو حطيت معاك ازازه، وازازه بتشيل الحراره، وخليت ازازه الميه بتاعتك ساقعه وحطيتها في عربيتك، ازازه كده 2 لتر كبيره، بوتل بتاعتك ازازه ميه، بس مش ازازه ميه بلاستيك عشان ما تسحش مع الشمس ويحصل مايكرو بلاستيك. التفاصيل دي اللي انا عايز اسمعها بقى. موضوع أوكي. شويه مش لذيذ ان يعني ازازه 2 لتر ازاز. ازاز ممكن اللي هي ستانلس ستيل، في الحافظه للحراره دي بتتباع في كل حته وسعرها مش غالي. يعني بسعر مثلا كرتونه ميه، مش لا ده راجل مهندس بقى يشتري يعني بقى، ما يشتري بالظبط. أيوه. صح. علشان الناس بتستخسر في صحتها قوي. الناس بتستخسر في صحتها جامد. فيجيب ازازه الميه بتاعته، بلاش الازازه تبقى بلاستيك عشان ما تتعرضش للشمس، لانه لما البلاستيك بيسيح من الشمس بيحصل تفاعل بين الميه وما بين الازازه، وبيتحول لحاجه اسمها مايكرو بلاستيك، ودي مضره بالصحه. اوكي. تمام. يخلي معاه ازازه الميه، لانش بوكس بتاعته، سناكس صحيه علشان يدي نفسه طاقه طول الوقت، كوبايه الشاي. يقول له يستأذن بس معلش، عارف اقول لك على حاجه، كلمه انت هتقول للعامل اللي بيعمل لك كوبايه الشاي، بعد اذنك بس من غير سكر. بلاش تقول يا سيدي، حط في جيبك السكر الدايت اللي هو الستيفيا، حط اللي هو بيبقى بيلز ده، حطه في جيبك. والله العظيم اصغر قد كده، من غير سكر، وحطه وخلاص، وحط منه عشان تحلي نفسي وخلاص. لكن انا بستسهل وبنسى ان انا صحتي وجسمي هم اللي شايليني. صحيح. صحيح. دي مشكله كبيره جدا. طب ايه السناكس بقى البسيطه اللي بتقولي عليها اللي هو يحطها في اللانش بوكس بتاعه؟ هو اول حاجه ياخد معاه الصبح بيض مسلوق. اوكي. خد معاك بيض مسلوق على قد ما تقدر. ليه؟ كميه سعرات قليله، دهون صحيه وبروتين، هتشبعك. البيض المسلوق بجد اراهنك انك تفطر كل يوم بيض مسلوق وتجوع. لا هو بيقفل، دي حقيقه. وحطها كده في بقك كأنها دواء. يعني ما تقوليش طعمه او مش طعمه، او انا عايزه بعيش، او انا عايزه احط عليه اضافات معينه. لا لا لا، ما تركزش كده. ركز انك كأنه دواء. انا كأني باخد سبلمنت، باخد فيتامين، عشان الفيتامين ده يقويني عشان اكمل يومي. اوكي. اخد كمان معايا الالكترولايتس، بتتباع في الصيدليه. الكترولايتس اول مره اسمع عنها دي. الالكترولايتس دي بس عشان توازن الميه في الجسم. اوكي. فما تحسش ان انت جسمك ديهايدريتد او انه في جفاف، عشان انت طبيعه عملك في الشمس، وطبيعه عملك وسط التراب، وطبيعه عملك ممكن تسبب لك جفاف. ده في الصيدليه ده يعني ليكويد؟ زي حبوب كده فواره. اوكي. ورخيص جدا ومش هيضايقك في اي حاجه خالص. خد معاك كمان شويه مكسرات بس ما تزودهاش. يعني خلي معاك كده حفنه قد كده، قد هنا، بس ما تزودش. في فرق ما بين المكسرات وما بين اللب، صح؟ ولا ده يعتبر برضو مكسرات؟ لا، ممكن تاخد لب ابيض المملح، ممكن تاخد عادي بس كميه قد ايه؟ قد كده. كميه اوكي، قد كده. لكن ما تقعدش تنقنق فيها. انا بقول لك الحاجات اللي تحسسك بالشبع وتسد معاك بقيه اليوم. بعد كده، طب انا دلوقتي في الشارع وجعان وعايز جانك فود، على راسي، روح كل من مكان بيعمل نص فرخه مشويه. ينفع؟ ليه لازم اكل الحاجه اللي هي كاني بقول لجسمي، بقول لك انت مش مهم، ما تقرفنيش معاك. 80% منهم بيجيبوا كشري في الموقع. طب ليه ما نجيبش نص فرخه مشويه؟ اسهل واسرع، واكيد فيها جزء توفير، يعني لان هو ما بياكلش لوحده، هو عايز ياكل هو بقى والشباب كلهم، فبتلاقي فيه كده حسابات اخرى غير اللي بتتكلمي فيها. بص انا هقول لك على حاجه بصراحه. انا بحس ان انا بميز نفسي اكتر من كده بكتير. اكتر من ان انا افكر انه
اكل حاجه ما اكلش. تصدق انا لو هاكل حاجه، يعني انا كنت من قريب مسافره الصين وكان الاكل كارثي بالنسبه لي في الصين. ما اكلتش. والله ما اكلتش. كنت بصحى الصبح فعلا اكل بيضتين يسندوني بقيه اليوم لحد ما الاقي الاكل المناسب ليا. فما تحسسش نفسك ان انت يعني هو انت في موقع صح مكسوف تطلب علشان معاك ناس كتير. والله هستنى شويه، هاخد بيضه من اللي انا سالقهم من امبارح، بعد شويه هبقى كل وحدي. اوكي. طب افهم من كده ان الكشري مش هيلثي؟ لا طبعا الكشري مش هيلثي والله. اكيد الكشري ولا واحده في الاسبوع؟ ولا اي حاجه والله. ولا اي حاجه. ممكن واحده في الشهر. اوكي يا يعني خبر. ده انت ولو بتدمري احلام لو هتاكل كشري لازم جنبه برضو فراخ او سمك او لحمه مشويين. مش بيقول لك ده وجبه كامله والكلام ده؟ لا في بروتين، بس كميه البروتين اللي انت هتاخدها من البقوليات، اولا انت عشان تاخد بروتين كامل، البروتين الحيواني في حاجه اسمها essential amino acids مستحيل تاخدهم من بروتين نباتي. وعشان تقرب شويه للاسنشال امينو اسيدز لازم تاخد بقوليات مع بذور، سوري حبوب مع بقول. اوكي. لازم الاتنين مع بعض. طيب ده موجود في الكشري على فكره، حبوب وبقول. حبوب وبقول بس قصادهم قد ايه نشويات. فلما احسب قصادهم قد ايه نشويات هلاقي ان انا ما استفدتش. فاخد معاهم حتى لو مش ساعات بيعملوا الكشري بكبده او الكشري بلحمه أو بيعملوا حاجات كده طبعا ارحم شويه. وخلي دايما نشوياتك اخر الوجبه، ابدا بالبروتين. لا دي انا عارفها. دي انا عارفها المعلومه دي. الحمد لله انك عارف. الحمد لله. لا اصل انت مش متخيله المعاناه اللي بيعانوها كل الناس اللي بتشتغل في الكونستراكشن سيكتور ده. طبعا تنظيم اليوم والاكل، ان هو بقى من موقع لموقع وموقع لموقع، وعنده ميتنج في النص مش عارف راح فين، واقف طول الوقت في التراب وفي الديرتي وورك، فاهمه؟ فالموضوع بالنسبه له بريشر رهيب. وبعدين في نقطه بقى ثالثه، انا مهندس الموقع بعد ما بيشتغل 3-4 سنين بعرفه من وشه. ايوه بتلاقي كده مش فاهم ده مهندس، عرفته. ايوه ازاي نتخلص من الاسترس اللي في وشه ده والبشره، ويتعامل ازاي مع الحاجات دي؟ اول حاجه خد بالك من النوم قوي. النوم. انت لو ما نمتش كويس، اولا الجوع هيزيد تاني يوم بنسبه 30%، ده كده والله عشان قله النوم. والله انت لو ما نمتش كويس كل حاجه بتختل. فهتلاقي نفسك بتجوع، عايز سكر، ما عندكش طاقه، بتجري كانك مش مدرك اصلا الحياه بيحصل فيها ايه. فنام 8 ساعات كاملين. نام، مش مهم من كام لكام، بس اعمل ال8 ساعات. شوف هو المفروض انه يكون بدري، بس يا سيدي انت ما نمتش بدري. نام لو سمحت 8 ساعات. اعمل ال8 ساعات، حقق لي 8 ساعات. نام ارجوك. نام وتراك النوم بتاعك. مش كله بقى عنده سمارت واتشز دلوقتي. تراك النوم بتاعك، شوف بتروح في ديب سليب ولا لا. فده رقم 1 ان انت تنام. تاني حاجه ان انت تحافظ على ترتيب جسمك. زي ما قلت لك ازازه الميه مش بتفرقك، لان هو ده السبب غالبا اللي بيخلي المهندسين على طول شكلهم مرهق وتعبان، عشان مشربوش ميه. مفيش توازن في الالكترولايتس في اجسامهم. خد مغنيسيوم بليز، خد مغنيسيوم قبل النوم. خلي جسمك يسترخي، واختار نوع مغنيسيوم كويس. خد اوميجا 3 الصبح. اهتم بنفسك، انت جسد، انت روح. يعني انت ليه بتعامل نفسك باهمال؟ الشغل تاني هقولك، انت لو جيت في الاخر وقعت وسبت شغلك تاني يوم هتتبدل. صحيح. هيجي موظف بدالك. صحيح محدش هيعوض صحتك دي ابدا. بالظبط. فانسالي بقى كل حاجه، شيل كل حاجه. هتقولي اصل انا ما عنديش وقت. مش عندك ويكند؟ اكيد في حاجه الاجانب بيعملوها حلوه قوي. بيجوا في الويكند يحضروا كل وجبات الاسبوع، فطار غدا عشاء بسناكس، يحطوها في علب، عشان بمجرد ما يصحوا الصبح ياخدوا العلبه بتاعت اليوم. اعمل كده. بس الاكل مش بيبقى فريش يا سيدي بقى، وانت اللي بتاكله من الشارع مش فريش. هنستنك يعني. ايوه انت اللي بتاكله من الشارع فريش. انت متخيل ان هو فريش؟ والله العظيم ساعات بتبقى ضايق طعمه، بتلاقي انه في حاجه غلط وبتاكله. ايوه انا عارفه، انا عارفه بالذات الرجاله ما بيفرقش معاهم قوي الموضوع ده. اوكي. هو مشكله المهندس فعلا ان هو صحته دي اخر حاجه بيفكر فيها، نفسه ده اخر حاجه بتفكر فيها او بيفكر فيها. وتلاقي نفسك
مع الوقت تبدأ تكتشف بقى بلاوي وبعدين يا ومشاكل فندم كتيرة. بتوصل لمرحلة هتلاقي نفسك ركبك مش شايلك، هتلاقي نفسك مش قادر تقعد مع عيالك، هتلاقي نفسك الويكند مش عارف تستمتع بيه عشان انت جسمك مرهق اصلا وتعبان، تلاقي نفسك بتروح بتتقلب ومش مدرك الدنيا فيها ايه. طب ايه رأيك في اللي مثلا بيقعد الاسبوع كله ما ينامش كويس ويجي جمعة وسبت ينام اليومين كله؟ يا سلام. لا احنا مش أخباره إيه ده؟ جمال، ما النوم ملوش علاقة بالتحويش. بالتحويش. لا، النوم النوم مقدس. ABC النوم. النوم اهم حاجة في والمية. حياتك. ويحاول يجيب سناكس معاه. ايوه، النوم والميه. لو مش هتقدر تجهز كل وجبات اليوم تكون معاك في اللانش بوكس، لو سمحت خد معاك سناكس صحيه هتسندك. صدقني حتى لو حسيت ان الكام بيضه المسلوقين اللي هاخدهم معايا ما لهمش لازمه، هتلاقيهم سندوك في طب لحظه. في ناس بتاخد مثلا سندوتشات لانشون، سندوتشات الحاجات اللحوم اللحوم المصنعه دي كارثه. اللحوم المصنعه مشكله كبيره جدا، وهتزود الالتهابات المزمنه وهتوديني لنفس الطريق اللي انا بحاول اتفاداه اصلا. فبلاش اللحوم المصنعه. أوكي. جبنه مع عيش، انا فين البروتين بتاعي؟ دايما اسال نفسك انا فين البروتين بتاعي. طب انا عايز اعمل حاجه سريعه يعني، ماشي خدت معايا. ممكن تعمل بروتين شيك. جيب واي بروتين محترم من غير سكر، اتاكد ان هو من غير سكر بس، والنبي عشان بقى بيتباع كانه هوت شوكليت دلوقتي. ايوه صح. اتاكد انه من غير سكر واعمل لنفسك بروتين شيك برضو هيسندك. اوكي. ما تنساش نفسك. ما تنساش نفسك، وما تفكرش ان هدفي ان انا جسمي يبقى حلو وان انا مش فارق لي وانا عندي كرش يا سيدي ومبسوط. ماشي حتى طبعا مش صح. مهما حصل. مهما حصل احنا بنتكلم دلوقتي على صحتك. احنا هدفنا دلوقتي مش الفورمه خالص. ايوه. هدفنا دلوقتي صحتك. تعمل ايه بقى حياه صحيه كويسه. بالظبط. استمتع بعيالك، استمتع بفلوسك اللي انت بتعملها في الشغلانه بتاعتك. مش قوي كده بس يعني ماشي. ماشي بس يعني حتى لو بتعمل ايه. بعد ما بيخلص شغله وبيروح بيجي مثلا يجي بقى الساعه 8 9. مصيبه الكبرى بقى قبل النوم. اكل قبل النوم. يهجم بقى 4 ساعات قبل النوم ممنوع تاكل. ممنوع. ولا زبادي ولا ممكن. بص بتحصل اكسبشنز. انا ساعات ببقى ما اكلتش طول اليوم واجي اكل بالليل شويه، وبعد على فكره بس ساعتها باخر نومي تعرف كده، وبحاول اقوم اتحرك حوالين نفسي في البيت. علشان انا بمجرد ما بيجي الوقت النوم بتاعي او البيولوجيكال اور بتاعتي، ساعتي البيولوجيه، هي عارفه ان انا بنام مثلا بتنام الساعه 11. جسمي عارف. جسمك اذكى من اذكى حاجه في الحياه. دي حاجه فجسمي غريبة. عارف ان انا بنام الساعه 11. بيبتدي يعمل ايه؟ يفرز الميلاتونين اللي هو هرمون النوم. بيتوقف بقى هنا حرق الدهون. والهضم بيبطأ. الجسم بيخش في حالة من السلو داون. عارف هو اداك طاقة طول اليوم وجي بالليل انا عايزة اهدى بقى، خلاص انا عارف اني هنام، فانا في حالة هدوء دلوقتي، انا عايزة اطلع بقى الاسترخاء. فهضمي بيبقى اقل، وكمان طاقتي بتبقى اقل، والكالوري بيرنينج بتاعي بيبقى اقل. اوكي. فانا اللي كلته بالليل غير اللي كلته الصبح. يعني لو اكلت الصبح نفس الاكل هحرقه احسن. بس يكون بدري، يكون في بعديه حركه، يكون في بعديه طاقه، اكون اتحركت. فاهم قصدي؟ لكن لما اجي بالليل بقى اكل والميلاتونين صاحي، ما عملناش احنا كده، دمرنا الدنيا. حتى لو كلت اكل صحي على فكره. بالليل صعب عليك ان انت تهضم، صعب عليك ان انت تحرق. جسمك عايز حاجه تانية بتديه ليه عكس اللي هو محتاجه. اكل بالليل اكتر حاجه بتزود الوزن. دي مشكله كبيره لان جداً. هو برضو هنتكلم على المهندسين ان هم اليوم كله بيبقى مشاكل وبريشر وضغط، بيجي بقى الوقت عايز بقى يفصل فيه. فعايز يبسط نفسه. هتنام الساعه كام؟ اديني مثلا اكزامبل. هتنام الساعه كام؟ للاسف بيسهروا، يعني بعد ما بيصحوا بدري تلاقيهم اغلبهم بيناموا على الساعه 1 2. ما دي مصيبه اصلا. ان هو عايز يقعد بقى مع اسرته، عايز ياكل، عايز مش عارف يعمل، يشوف حاجات تانية في حياته. روحت مثلا دوامك بيخلص كام؟ قولي مثلا روح 6 7. اوكي روحت 6 7. كل اول ما تروح كلت 7 خلاص، كلت وجبه، والوجبه تكون منخفضه في النشويات، تكون بروتين. خلاص خلصنا. بعد كده بقى قاعد بقى لحد بالليل بشرب ميه، بتكلم مع ولادي، اشرب سباركلينج ووتر كده. يعني اعمل لك اي حاجه تانية غير يعني اعمل اي حاجه تانية غير ان انت اصل انت كلت. هو انا ليه باكل باستمرار؟ ما هو انا عارفه، اصل انا يعني عارفه اللي انت بتتكلم عنه. ان انا هروح اكل اتغدى، بس بعدين قعده التلفزيون بقى ما تحلاش طبعا غير بشويه. لما نبعت بقى نجيب مش عارف بيتزا، نعمل ايه مش عارف ايه. مش لازم بيتزا بقى، ما انا اتغديت، بس ممكن اجيب شيبسي لو اسوأ بكتير. صح. ممكن اجيب شويه اي حاجه بقى. اي حاجه تخش جسمي. الحاجات اللي هي بقى الكاراتيه، اي حاجه مصنعه تخش جسمي تبهدله. صحيح. فده طبعا غلط جدا. فلا هي وجبه هروح اكلها عاليه في البروتين، سلطه وبروتين،
شبعت، جميل لذيذ وخفيف وبطني حلوة، خلاص وخلاص. طيب نيجي بقى للنوعية التانية من المهندسين اللي هو أغلب شغلهم قاعدين على المكتب قدام البي سي بيشتغلوا، سواء في البيت أو شغلهم من المكتب أو في شركة يعني معينة. دول عندهم كذا مشكلة. وأنا من النوعية دي لأن أنا مش من السايت انجينير، أنا ديزاينر، فأنا أغلب وقتي برضو على على كمبيوتر. عندي بقى مشكلة ان انا انا شخصيا بشرب 12-13 كوباية قهوة في اليوم. 12-13 ده رقم بجد؟ بجد. بس جايب السكر اللي هو زي ستيفيا ده. تمام. وعندي بقى مشكلة في ظهري، القعدة بقى شوية كده شوية كده، فأنا عايش المأساة دي على طول، وأنا بقى وكل زملائي مش أنا بس. أيوة أنا كلنا عارف. بنعاني من نفس المشكلة. أنا عارف. بناكل واحنا قاعدين، بنشرب واحنا قاعدين، 24 ساعة انت قاعدة ما بتعمليش حاجة خالص، انك قاعدة على الأجهزة وبتشتغلي. ممكن أسألك سؤال؟ تنصحي بيه؟ اتفضلي. 13 كوباية قهوة دول هل بتحس ان هما بيفوقوك ولا انت بتشربهم زهق؟ اول كام كوبايه بيفوقوا، بعد كده هي اتسهبت بالظبط، ان انا قاعد شغال كده استنى خلصت اللي بعده كده يعني. القهوه مفيده جدا. مفيده جدا، وثبت علميا ان هي مفيده جدا لصحه القلب. تمام، جميل، اختلفناش. الافراط في اي شيء بيؤدي الى الهلاك. حط دي قاعده في حياتك، الافراط في اي شيء يؤدي الى الهلاك، حتى الافراط في الميه يموت. صح. ف13 كوبايه قهوه ده رقم كبير قوي. يعني 3-4 تعدي معايا، لكن بس وانا بشربها باللبن، يعني ما بشربهاش خالص لوحدها. يبقى انت بتشربها اصلا بتبقى جعان. ممكن يعني، مش عارف. لانه لا هو ملوش علاقه. لانه انت لما بتشربها مع اللبن ده بيبقى جوع غالبا، انت بتبقى جعان ومش عايز تقوم تعمل حاجه تاكلها، او بتقنع نفسك ان انا ما باكلش. اصلا شرب اللبن زياده ده برضو مش صح. ما انا دي من الحاجات اللي انا فوجئت بيها، سمعتك بتتكلمي عنها، اللبن والفراكتوز. صح، اللاكتوز. الفراكتوز ده اللي هو سكر الفاكهه. ده اللاكتوز، وان هو لا مش هيلثي. وانا في حاجات كده سمعتها منك صدمتني بصراحه. والعصير، العصير دي اكتر حاجه انا بالنسبه ايه ده صدمه. انا دي بالنسبه لي صدمه، لان انا قهوه وما احب بقى ابقى هيلثي، العصير فريش بشرب العصير. وبروح السوبر ماركت هو بيعصرهولي، بيبقى واقف وشايفه وفرحان قوي. جميل على فكره، بيبقى طعمه حلو قوي. زمان كنت بجيبه ده تحفه. ففوجئت ان بتقولي كله سكر. طبعا احنا عملنا كوبايه سكر بميه. وفيها بعض من الفيتامينات والمعادن اللي حقيقي لو اكلت طبق سلطه هيكونوا اكتر بكتير قوي. هيكونوا اكتر بكتير قوي. انا ليه اخد 4 برتقانات في كوبايه واصلا ما بحسش ان انا شبعت؟ خليني بس اكمل لك حته المهندسين اللي قاعدين على المكتب. يا ريت. تاني حاجه بقى هنعملها هي القهوه. ديفنتلي لازم هتقللها بمزاجك غصب عنك، هتقللها. دور على اي اعشاب تكون بالنسبه لك بتسليك برضو. مع الوقت هتتعود ان انا مش محتاج كمية القهوة دي، انا في حاجة تانية، في كوباية حاجة تانية بتساعدني. بس لازم تدور بنفسك على حاجة ممكن تسليك غير القهوة. لان انت بتشربها تسلية، انت ما بتشربهاش احتياج، لانه اذا مش هتفوق. مش هتفوق. وسيب دايما ساعتين ما بين فنجان القهوة الاول واللي بعديه. حلوه المعلومه دي. اوكي. سيب ساعتين. يعني هنشرب 12 كوبايه قهوه بس في 24 ساعه مثلا. احنا بنشرب لحد قبل النوم بتشرب. على فكره هيشرب القهوه ده الموضوع صعب قوي، هيلخبط نومك كده مش هتروح في ديب سليب على فكره. حتى لو بتقولي اصل في ناس بتقول انا القهوه مش بتسهرني. اوكي، ايام وايام، في ايام بتسهرني وفي ايام لا. مهما كان مش هتخش في ديب سليب. حتى لو نمت جسمك مش هيخش في النوم عميق. والنوم العميق ده مهم قوي. صح، بتلخبط لك كل حاجه، دي حقيقه فعلا. تاني حاجه بقى قعده المكتب. اعمل لنفسك 3 دقايق، من 3 ل5 دقايق كل ساعه. بقوم من على المكتب بعمل ستريتشز لجسمي. ايه رايك؟ تقريبا الانتيريور ديزاينرز باغلبهم بيشتغلوا من البيت، محدش بيتفرج عليك. صح. طبعا. اجري في مكانك 3 دقايق، ارقص على اغنيه، اعمل ستريتشز لرجلك والايديك، وارجع اقعد على المكتب. كل ساعة اعمل الارم 3 دقايق. مفيش اسهل من كده. حلوة طبعا، جميلة. يعني مفيش اسهل من كده. بس حط الارم. في اول كام يوم مش هتكون متعود، اكيد اول اسبوع مش هتكون متعود، بعد اسبوعين هتلاقي نفسك خلاص هابت. انا بقوم كل شوية، قوم اتحرك. اصل انا قعدتي على المكتب على فكرة، لانه ساعات بيبقى 3 دقايق دول موجودين، بتقوم ماسك التليفون وتقعد بقى تعمل شوف انستجرام كده ولا تشوف اي حاجة وترجع تاني تكمل شغل. قوم.
اقول لك حاجه، قوم شوف اللي انت بتشوفه بس وانت بتحرك رجليك، بتجري في مكانك. اعمل اي اكتيفيتي، اعمل اي حاجه. على فكره انا دايما بقول انه التمرين مش التمرين اللي بتعمله في الجيم. التمرين هو حركتك على مدار اليوم. يعني التمرين هو انا بقوم بنظف بتحرك بتكلم بعمل حاجه. صح، ده التمرين. بتحرك جسمك ما يبقاش متيبس كده في مكانه. مش النص ساعه والساعه بتاعت الجيم اللي بتروحها، لا. انا بالنسبه لي مش انت كده، مش ده كده اللي انت بتتمرن. انك تتحرك خلال اليوم، ده التمرين. هو الجيم ان جنرال بيحافظ بس على الكتله العضليه، بس هو مش بيخسس. لا طبعا مش بيخسس. بس الحركه في خلال اليوم تخسس. والمشي ولا الجري؟ المشي. مشي. اوكي، مشي مش جري. اوكي. طيب خلال بقى اليوم هو برضو ابتدى يقلل قهوته، ابتدى الميه بقى اخبارها ايه؟ نفس القصه برضو، يبقى جنبه طبعا ازازه الميه ده كل الناس بيشرب. ده ينطبق على كل الناس. الالكترولايتس لا، مش كل الناس. انا بتكلم عن الناس اللي بيشتغلوا في بيئه عمل سخنه جدا وفيها خساره كتير وعرق كتير، دول بيخسروا من الالكترولايتس بتاعتهم. بس الناس العاديين انت مش محتاج تعمل ده. غير لو جالك اعراض جفاف من صداع من كسل من خمول. ويبدا بقى ينظم الوجبات بتاعته ازاي وهو شغال. بتصحى من النوم، انت اسال نفسك، كل واحد يسال نفسه، انا بصحى من النوم جعان ولا بصحى من النوم شبعان؟ كده كل الناس لازم تصوم على الاقل 12 ساعه. على الاقل. يعني مش طبيعي ان احنا نبقى بنصحى من النوم على الاكل وبننام في السرير على الاكل. ده مش طبيعي خالص. احنا كده مش بندي فرصه لجسمنا اصلا ان هو يجدد الخلايا، انك تهضم، انك تحرق. مش بديه فرصه، انا عماله اتفسله كل شويه. فاول حاجه مينيمم هكون صايم 12 ساعه. اسال نفسك كده، انا بصحى جعان؟ والله بصحى مش جعان، انا مش مجبر افطر. اوكي، بجد مش مجبر ولو أفطر. خدت القهوه على الريق ايه اخبار الموضوع لو ده؟ ما عنديش مشاكل في المعده مفيش مشاكل. يعني ما دام هي مش مضايقاني خلاص. لو انا ما عنديش اصلا حاجه بتقول لي انا عندي التهابات في الامعاء، مفيش مشاكل. عادي اشرب القهوه، ايه المشكله؟ فانت تصحى من النوم جعان، افطر. بس تفطر ايه؟ اوعى تفطر حاجه مسكره. حتى لو سكر دايت، اوعى تفطر حاجه مسكره. يعني بلاش مثلا تاخد زبادي جريك بنكهه الخوخ مثلا. لا، الزبادي اللي بالنكهه دي غلط اصلا اساسا. انت لو عايز زبادي عليها فواكه بتجيب زبادي ساده وتقطع عليها الفواكه. ده احنا في حته تانية خالص. احنا بعاد قوي، صح. دي حقيقه فعلا. لا الزبادي اللي هي عليها نكهه دي بيبقى عليها سكر وبيكون عليها مربى. النكهه ما بتبقاش، يعني عمرك اقتنعت انه بيكتب لك عليها فريش، فاكهه فريش، فراوله حقيقيه؟ عمرك شفت فراوله حقيقيه يا مؤمن؟ ان هم مش هيكذبوا علينا يعني. يعني انت عينك طب مكدبها. قلت بقى هم عارفين بيعملوا ايه. لا دي مش فاكهه حقيقيه، دي مربى. بس فدي نخرجها خالص من الكلام. خليها زبادي ساده عليها فاكهه حقيقيه، قطع عليها فاكهه فريش وخلاص. بالظبط. على فكره ممكن تعمل مربى في البيت. اكيد. يعني انا بجيب الفراوله وبحطها مع سكر ستيفيا وبحطها على النار وبتبقى احلى مربى. يعني كل حاجه بتتعمل، كل حاجه ليها بديل. وعلى فكره في مربى فراوله شوجر فري بتتباع، جيب زبادي. وفي مربى بيريز شوجر فري، كذا مربى في شوجر فري. هات الزبادي وهات المربى الشوجر فري بتاعتك. اوكي. احترم نفسك يا مؤمن. يعني احترم نفسك دي معناها ايه؟ مش احترم نفسك لو احترم نفسك يا قليل الادب، لا. احترم نفسك. احترم ذاتك. حب نفسك. بالظبط. احترمها قدرها. زي كده ما تبقى لسه متعرف على بنت جديده ونازل كده عشان انت عايز تشوف احلى ما فيها، وهي عايزه توريك احلى ما فيها، كل حاجه جميله والدنيا مزدهره، احسن مكان وبتوديها احسن حته. برضو انت لنفسك اكل نفسك احسن اكل، اهتم بنفسك. ده اللي انت عايزه تقوليه، صح؟ بالظبط. لا طبعا كلام صح 100%. فاتحرك عضلاتك عشان دي امانه. جسمك امانه، ربنا بعت الجسد ده امانه مش بتاعك اصلا، فاحترمه شويه. زي كده ما قلت في الفيديو بتاعي، لو انت شايف نفسك فيراري عمرك ما هتحط بنزين 80. صح. انت دلوقتي احترم بقى جسمك بقى. صح. مش هنبدله ده، مش هنشتري له عربيه جديده ولا هنعلى بيه، صح؟ لا صح جدا طبعا. بس احنا عشان كده بقى قلنا نلجأ لك في المشاكل اللي احنا عايشينها دي. طيب نيجي برضو بالليل نفس القصة. اكلنا وجبات مثلا كل 3-4 ساعات، اكلنا مثلا سناكس خفيفة وجينا في وقت اتغدينا بروتين وممكن شوية كارب بسيط. بروتين، خضار، الكارب اللي هو الكارب الصحي. نبعد خالص عن الجلوتين. كارب الصحي يعني رز، بطاطس، بطاطا. وما تكلمنيش في حاجة تانية. ممكن فريك بس مش اللي عنده مرض مناعي. اوكي. فريك، كينوا، رز،
بطاطس بطاطا، ملوخيه، باميه، لوبيا. ملوخيه وباميه ولوبيا وكل الطبيخ، وده تمام. تمام جدا. اوكي. الا لو عندك مشاكل في المعده بنبعد عن البقول. والفراخ لو لينا مزاج عايزين نعملها فرايد، نعمل ايه؟ ديب فرايد اللي هي فرايد عليها يعني. بريدنج، اه بقسماط ايوه لا ما لناش مزاج، انا ماليش مزاج للموضوع ده. بلاش خالص. طب احطها في الاير فراير ولا؟ اقل شويه. طبعا اقل شويه. الديب فراينج ده اصلا قاتل، كارثه. الديب فراينج قاتل. مم. بس الفراخ لما نحط عليها دقيق، انا اصلا بمنع الدقيق، فهتحطي لي عليها دقيق حرام عليك بقى. لكن لو هتحط عليها دقيق وخلاص مفيش حل بالنسبه لك، اكيد حطها في الاير فراير اكيد. أوكي. رش عليها شويه زيت من بره، بلاش الزيت طبعا، خلينا في زيت الزيتون، زيت الافوكادو، زيت سمسم، وحطها في الاير فراير. طيب انا طول عمري بسمع ان زيت الزيتون ده احنا لو سخناه هيودينا في داهيه، ايه رايك في الموضوع ده؟ انا كمان كنت بسمع كده برضو. بس اكتشفت ان الهيتنج بوينت بتاعه زيت الزيتون عاليه جدا، وانه ينفع ان هو يتسخن، هو بس ما ينفعش للديب فراينج اللي هو اصلا ما ينفعش مع اي زيت. القلي العميق ما ينفعش مع اي زيت، بيتاكسد اكسده غير طبيعيه، اكسده في جسمك، التهابات مزمنه، امراض. اوكي، لا وضحي لي الحته دي. يعني اي حاجه بتخلي جسمنا يحصل فيه اكسده، الاكسده دي بتوصل لالتهابات مزمنه في الجسم، فساعتها بيتحول الالتهاب المزمن الى مرض. على حسب بقى انت جالك المرض من ناحيه ايه. يعني افهم من كده ان احنا هنقاطع الزبادي الفواكه عشان ده كان حبيبي، هنقاطعه، وهنقاطع طبعا اي مقليات بقى في زبادي فواكه شوجر فري، ده ما عنديش مشاكل معاه. اوكي. شوجر فري. بس اقرالي عليه شوجر فري، ما يبقاش عليه عسل ولا يقولك عليه فركتوز. لازم تقرا الليبل. تشوف يعني لازم شوف ظهر المنتجات، ما تشوفش اللي في الوش. عشان ساعات بلاقي منتج الاقي مكتوب عليه كيتو، جميل، ابص ورا الاقي ان هو فيه مثلا بروتين قد الكربوهيدرات، ده مش كيتو. كيتو يعني 75% دهون. تضحكش عليا. صح. فلو انا فاهم وعارف اقرا المكونات، وده هياخد مني دقيقتين زياده في السوبر ماركت. فلا، بس ابقى عارف انا بجيب ايه وانا بشتري ايه، ابقى دقيقه جدا كمان. عارف لما يكون عندك بيبي لسه مولود بتاكله ايه بقى؟ ده انت بتقعد، ده انت ما بتدخلش البيت الهوا. صح. انت صح. البيبي بقى اللي لسه مولود، لان انت اصلا بتكسباير، محتاج انك تهتم انت اساسا بالظبط. انت جسمك محتاج الصيانه. فخد بالك منه. طيب انت مع ان انا اكل اللي انا عايزه بكميات قليله قوي، ولا اكل اكل معين بكميات زي ما انا عايز؟ اكل اكل معين بكميات زي ما انا عايز. والله والله. أوكي. بس ما عدا اول حاجه النشويات لازم احسب كمياتها. النشويات احسب كمياتها، وبما في ذلك المكسرات. المكسرات لان فيها نشويات عاليه برضو، ابقى واخد بالي ان هي برضو قد النشويات. والمكسرات اخد بالي من الكميات بتاعتهم. بس الباقي كل حد ما تشبه. اوكي، اكل لحد ما اشبع. بس اكل معين. طبعا اكل معين. اصل انا اعرف ناس كتيره تقول لي لا انا احب اكل اللي انا عايزه بس بدوق. لا بص، يقول لك انا بدوق كده حاجات بسيطه. ده صعب على ناس كتير. لانه اغلب الناس في الزمن اللي احنا فيه ده بقى عندها مقاومه انسولين. مقاومه الانسولين بتعمل ايه؟ بتخلي جسمك ما يشبعش. يعني انا لو دقت هيحصل لي زي تريجر ان انا عايز تاني. وده اغلب الناس وبما فيهم الاطفال. ففكره الحاجه ان انا ادوق ده صعب على ناس كتير قوي. والناس اللي بتدوق، انا برضو عندي مقوله كده، عمرك ما هتلاقي حد جسمه حلو وشكله حلو وتمام ويبقى مولود كده او جيناته مخليه كده، مفيش الكلام ده. اي حد شكله واخد باله من نفسه، هو واخد باله من نفسه، مهتم بنفسه جدا. فاللي هتلاقيه بيدوق ده هو اكيد بياخد باله من كميه البروتين اللي بياكلها، بياخد باله من جوده الاكل اللي في بيته. يعني ممكن لو هو بره يدوق، بس وهو في بيته هو ماشي على العجين ما يلخبطوش. فانت تنصحي ان هو لا، لازم ناخد بالنا من اكلنا وكل زي ما انت عايز. اوكي. جوده الاكل فوق اي شيء. طيب نرجع بقى او نخرج بقى بره شويه نطاق النصايح، وانا عايز اعرف آية احتكاكها بالمهندسين في حياتها كان عبارة عن ايه؟ انا كل المهندسين اللي اعرفهم في حياتي ما بقوش مهندسين اصلا. يعني دايما الاقي حد يقول لي انا خريج هندسة بس هو بيشتغل في الميديا. حد خريج هندسة يعني ما اعتقدش ان انا قابلت كتير مهندسين في حياتي. علاقتي ممكن بالديكور مضطربة شوية. بحبه قوي بس ما بعرفش، يعني بحب اشوف الصورة من بعيد قوي بس ما بعرفش اجمع التفاصيل مع بعضها.
بتعرفيش تعمل، تحبيش الميكسينج او لا بحبه بس ما بعرفش. يعني بجد نفسي اقعد، وغالبا مش بلاقي انتيرير ديزاينر يخش دماغي. ايه ده ازاي الكلام ده؟ يعني انا مبسوطه ان احنا اتقابلنا، علشان انا غالبا بحس ان الانتيرير ديزاينر هو ما بيعملش حاجه. انا اسفه، ما بيعملش حاجه. ده كلام صعب قوي. انا اسفه والله. بس بجد ما شفتش حد كيفني كده عامل حاجه. يعني مثلا احنا في الاستوديو هنا، انا عارفه ان انت اللي عامله. عجبني فكره ان انت فعلا عامل كل كورنر ايدنتيتي لوحدها كانه استوديو مختلف. الحمد لله. فلا باين ان هو فعلا كانه ايدنتيتي لكل حته لوحدها، مود ديفرنت. لكن الانتيرير ديزاينرز ما قابلتش لسه حد دخل دماغي. ما قابلتيش حد عارف يوصل لك النيدز بتاعتك او الاحتياجات بتاعتك او يبقى فاهم انت عايزه ايه. يعني ما قابلتش حد الصراحه. لكن غير كده يوجوالي اللي بقابلهم مهندسين، بيبقوا مهندسين في حاجه تانية غير الانتيرير ديزايننج. وبيبقوا بيشتغلوا في حاجه تانية، معرفش ليه، بالذات المصريين. مشكله كبيره. اقابل اي حد مصري مهندس وبيشتغل حاجه تانية خالص، وساب الهندسه واشتغل حاجه تانية. غالبا بيحسوا انه ما تقدرش. ما هو موضوع كبير قوي موضوع التقدير ده وكده. بس هو لا، في ناس كتيره جدا، وعلى فكره في ناس عملت شيفت كارير ونجحت، وفي ناس جربت ورجعت تاني للهندسه. بس انا هتكلم على الفيلد بتاعي. انت لما بتحبش الفيلد بتاعك ده مش هتعرف تدي فيه، لان هو بصراحه المهندس شغلانته صعبه قوي ومرهقه جدا ذهنيا ونفسيا وجسديا. فهي شغلانه مش اي حد بيعرف يشتغلها. بتلاقي اللي بيجرب فيها شويه طبعا ما بيلاقيش المردود اللي هو بيبقى متخيله، اللي احنا بنسمعه في الجامعه انك هتاخد بقى وانك هتلاقي. فدي اول صدمه. تاني صدمه ان اللي انت درسته في حياتك ما بتلاقيهوش على ارض الواقع. دي تاني صدمه. وبعد كده تالت صدمة ان انت عشان تبدأ تعمل اسم بتاخد سنين كتيرة جدا. اعتقد برضو الطب كده زي الطب فعلا. المجال هقولك على حاجة، انا بحس ان اي حاجة صعبة عشان تاخد العائد بتاعها بتقعد وقت طويل قوي، بتعمل مجهود كبير قوي. وانت لو شاطر هتستحمل الضغط ده. انت لو مش حابب هتخلع، هتقول لنفسك لا انا هروح على طريق اسهل من كده بشوية. صح. ما هو ده اللي بيحصل لناس كتير جدا. الهاي اكسبكتيشنز اللي بيجيلهم في الاول وبعد كده هاي اكسبكتيشنز من وانت في ثانوي. انا بتكلم بقى عن مصر دلوقتي، الكوميونتي بتاعتنا هاي اكسبكتيشنز للمهندس غير عاديه. وانت في ثانوي تطلع تخش الكليه تتبهدل وتبقى ماشي بالمسطره على ايام زمان. صح. يعني طبعا بعد كده تطلع تاخد في وشك كده اللي هو تصطدم بالواقع وتصطدم بكل حاجه، بتكتشف ان الواقع غير كده خالص. ده حقيقي. وتبدا عشان تبدا تجمع نفسك وتفهم هو يعني ايه مهندس وانا بعمل ايه ولازمتي ايه. بتاخد سنين كتيرة جدا. اعتقد ان ده في اي مجال. انت عشان تفهم نفسك بجد بياخد وقت. يعني الشباب، انا حتى دلوقتي بقول لنفسي هو ازاي بيخلوا طفلة كان عندي 15 سنة احدد انا عايزة اخش ايه. فاهم قصدي؟ اخش اصلا علمي ولا ادبي؟ ده اول قرار صعب وانت 15 سنه. يعني حاسه انه يقعد يستشير الناس الكبيره لان هو ما عندوش طبعا ما عندوش. كل واحد هيتكلم معاك بهواه. يعني انا دلوقتي لو حد جه يتكلم معايا هقول له طبعا روح ادرس تغذيه لاني بحبها. صحيح. انت هتقول له طبعا ابقى مهندس لانك بتحبها. فانا حاسه اصلا ده قرار بيبقى صعب. بعد كده بتطلع تختار الجامعه ما بتبقاش عارف برضو. انا بقى اعتقد ان انا ما اكتشفتش نفسي غير بعد ما طلعت من الجامعه. يعني صعب الجيرني بتاعت انك تكتشف نفسك. وعلى فكره بتغير كل شويه. صح. انت هتلاقي نفسك وانت كبير بتزهق اصلا. صح. وبتتغير وبتبقى بني ادم تاني خالص. فلازم من كل واحد يبقى اوير ان هو كل كام سنه كده في فيرجن مختلفه منه بتظهر. طب انت معايا ان المهندسين بيبقى الشخصيات بتاعتهم مختلفه عن اي ناس تانية، ولا ما حسيتيش ده في التعامل معاهم؟ لا انا بحس ان هو عيني هم صعبان عليهم نفسهم. ازاي يعني بحس ان هو طول الوقت المهندس حاسس ان انا شقيد زي الدكتور، بس انا مش متقدر زي الدكتور. وفي نفس الوقت انا مش فاشل بس انا مش متقدر. فبحس يعني طول الوقت ان هو مكسور كده. انه قدروني شويه. أيوة. انا تعبت، محتاج اهتمام. تعبت في جامعتي وبجد هم تعبوا. يعني صحيح. لا هو بصي، هو المهندس بيبقى دماغه منظمه بصراحة. يعني مش عشان أنا مهندس، بس أنا تعاملت طبعا مع زمايلي المهندسين وتعاملت مع الناس زي ما بيقولوا الناس العاديين. دماغه بتبقى منظمة شوية، بيبقى باصص لكل حاجة بمنظور مختلف عن الناس التانية. تفتكر لي علاقة؟ طبعا
طبعا لان احنا درسنا ازاي نتعامل مع المشاكل، درسنا ازاي نعرف ننظم المشروع ده، الفيزز بتاعته بتقسم ازاي، بكل مرحله بتعمل فيها ايه، تسليماتها عامله ازاي، فانت بتطبق ده في حياتك. في ناس بتتعامل مع الموضوع بافواره شويه، انا مهندس فامشي بقى اعمل كده على الحيطه واخبط في السقف واقعد ده مش عارف ايه. ايوه ما ده بقول لك يعني صعبان عليه ده نفسه ده بقى، مأفور شويه. بيطلع انه لا انا استثمرت في نفسي، انا مهم، فاهم؟ صحيح. فهو ده صعبان عليه نفسه والله. صحيح. الله يكون في عونه. الله يعينه. لو ما كنتيش يا آية اشتغلتي في التخصص بتاعك ده، كنت تحبي انك تشتغلي ايه؟ هو انا اكشلي بعمل الاتنين في نفس الوقت. مم. كنت احب اشتغل في الميديا. في الميديا؟ يعني انا بعمل الاتنين اصلا. انا تقريبا دمجت الفكرتين مع بعض بالظبط. هشتغل في الميديا اكيد. اوكي. انا بحب الميديا قوي قوي. الميديا بالنسبه لك انك تتكلمي وتعبري عن نفسك. انت موهوبه في الحته دي يعني. انت دمرتي اراء وافكار كتيره جدا، زي ما قلت في الاول احنا متعودين عليها وفهمناها، زي موضوع العصير، زي موضوع اللبن، زي موضوع في مواضيع كتيره جدا، حاجات كتيره جدا اتكلمت فيها كانت بالنسبه لي صدمه كبيره جدا يعني. فانت برافو عليك انك قدرتي انك تعملي ده يعني. ربنا يخليك. ما هو دي الفكره بقى تقريبا، انا بعتقد يعني انه من نعم ربنا عليا ان هو حط في قلبي حب للحاجتين، الميديا والنيوتريشن. فانا عملت لهم ميكس مع بعض، فطلعوا انا بقى يعني. طلعتي بالشخصيه دي. طب بتتعاملي ازاي مع الناس اللي بينتقدوكي او بيهاجموكي؟ بزعل بجد. والله. يعني انا ساعات بتضايق جدا، ساعات بقول مش مهم ان هم مش كميه كبيره من الناس، بس في نفس الوقت لا ساعات بتضايق لانه في ناس مثلا بتقول عليا ان انا كدابه، ان انا ما جاليش مرض مناعي ولا حاجه. دي ضايقتني قوي. طبعا. في ناس بتقولي ان انا بكوبي بيست ناس، وده مش حقيقي. في ناس بتشتم من لا شيء، في ناس تقولي روحي البسي حجاب يا متبرجه. الحاجات دي بتضايق لي مودي بصراحه. ما بفهمش ان انا مش كده، فما ببقاش فاهمه اللي قدامي بيعمل كده ليه. بس انت لازم تبقي فاهمه ان كل ما هتنجحي هتلاقي الناس دي بتزيد. يعني الناس ما اتفقوش على الله سبحانه وتعالى. ايوه صح. هيتفقوا عليكي. والله لسه حد قريب مني قال لي كده بالظبط. طبعا. فانت كل ما هتتعرفي اكتر واسمك هيكبر اكتر وهتتشافي اكتر، هتلاقي من كل حته جاي حد بينتقد لمجرد ان هو عايز ينتقد وخلاص. ده حقيقي. فانت اعملي اللي عليكي، انت ماشيه كويس بنسبه كبيره، متشافه، متجدده، بتعملي حاجات جديده. فده شيء يعني بصراحه حلو. فاستمري طبعا، كملي واستمري فيه يعني. والله ربنا يدينا الطاقة. أنا دايما بدعي الدعوة دي إنه يا رب طاقتي تفضل هي وطاقتك كمان تفضل هي. يا رب يا رب. طيب آخر سؤال بقى عايز أسأله لك، أنت بقى اللايف ستايل بتاعتك هل أنت بتلتزمي؟ أنا ملتزمة زيادة عن اللزوم بكل اللي أنت بتقوليه ده؟ بتعمليه كله بالكامل؟ وعندك الطاقة والانرجي إنك تعملي كل الكلام ده؟ ساعات بيبقى ماليش مزاج عادي يعني. بس لا. بتتعاملي بقى ازاي لما تصحي من النوم كده انا مش فايقه؟ انا لو عيد ميلادي، انا لسه عيد ميلادي كان من قريب. اوكي، كل سنه وانت طيبه. في يوم عيد ميلادي ما اكلش تورته. اجيب كيك معموله من دقيق اللوز وشوجر فري وجلوتين فري واكلها. لا انا ملتزمه الف. وانت اللي بتعملي الحاجات دي كلها بنفسك؟ لا في اماكن بتعمل، بالذات ان احنا في دبي فالموضوع اسهل بكتير. طبعا اغلى بكتير. بس انا ما بستخسرش في نفسي بصراحه، والناس اللي حواليا مش بتستخسر فيني. خلاص هم عارفين ان ده القانون بتاعي. بصحى من نومي باخد فيتاميناتي لازم. انا ما بشربش، ما بفطرش يوجولي، مش بفطر. باخد قهوتي بالام سي تي اويل. لا ملتزمه يعني. انا كنت عايز اتكلم في الام سي تي اويل. كلميني عنه اكتر لانه لفت نظري واول مره اسمع عنه في الفيديوهات بتاعتك. بجد؟ لا ولا في ناس اتكلمت عنه قبل كده الام سي تي. ممكن، بس انا ما صادفنيش ان انا سمعته غير في الفيديوهات بتاعتك. هو الفكره انه احنا جسمنا بياخد طاقته منين؟ من الجلوكوز. اوكي. فعشان كده الناس دايما تقولك انا بصحى من النوم افطر، او انا باخد معلقه عسل عشان يجيلي طاقه سريعه. في ناس بتبقى عايزه طاقه سريعه. طيب ايه افضل نوع طاقه جسمك ياخدها؟ هي من الدهون بتاعته او من الدهون عامه. بس الجسم ما بيحولش على الطاقه التانية اللي هي الدهون غير لما يفقد الجلوكوز خالص. هو مش لاقي جلوكوز اصلا. اسهل بالنسبه له ياخد جلوكوز كطاقه. فبيبقى صعب عليه قوي انه ياخد الطاقه من الدهون غير لو فقد كل الجلوكوز. لما بتكون صايم ساعات طويله ما فيش جلوكوز، صح؟ خلاص كل الجلوكوز اللي في جسمك اتحرق. طيب انا اصحى من النوم الصبح عايز طاقه بس مش عايز اخد جلوكوز، اعمل ايه؟
اخد MCT oil. بحطه بقى على القهوة بتاعتي حتى لو هي باللبن. في ناس لا، ما هو اللبن كسر الصيام. الجسم ما بيحولش لطاقة الدهون غير لو صايم. اوكي. فانا دلوقتي لو اخدت الMCT oil على الصيام انا خدت طاقتي خلاص من الدهون. فجسمي طاقة على طول سريعة كأنها تضاهي فكرة الجلوكوز. يعني في رياضيين لما بياخدوا MCT oil اللي هو نوع معين من الMCT oil اسمه C8 بيبقى بالنسبة لهم ده خلاص بوستر. فالMCT oil رائع، غير انه رائع للمخ. الغذاء الاول للمخ هو الدهون الصحية طبعا. فانا مثلا واحدة عندها MS. طيب الMS ده مرض على المخ. انا دايما بقى باخد بالي من الحاجات اللي تحمي مخي. الذاكرة بتاعتي. وانا دلوقتي ممكن عندي في العيلة، انا مش انا يعني، انا بديك اكزامبل لحد تاني عنده في العيلة مثلا هيستوري زهايمر. انا عايزة احمي نفسي. اخد MCT oil. كل الاعمار بعد 60 70 50 40 براحتك. واخده ايه احسن يعني موديل ليه؟ اخده مع ايه؟ مع قهوة؟ انا بحبه مع القهوة. ممكن اخده الصبح مع اي شيء. بس ما فيهاش لبن يعني، ما فيهاش لا حليب. ما فيهاش لبن. بلاش يعني يفضل ما يبقاش فيها لبن. ولو عايز تاخده بلبن خده بلبن، هتاخد فوائده برضو. يعني هو كده فوائده كتيرة قوي وعديدة يعني، مهما قعدنا نتكلم عنه هو رائع بجد. حط منه 2 دروبس او 3 دروبس بس في الاول. خليك معلقة صغننة. يعني مش بالدروب. C8 موضوع تاني. بتكلم على MCT oil العادي. خد منه معلقة صغيرة في الأول، عشان ممكن يضايقني في معدتي، ممكن يسبب إسهال، ممكن يسبب مشاكل في المعدة شوية. شوف نفسك. ما أنا دايما بقول قيس نفسك. لأن أنا ممكن أنا أكون أفضل جدا السمك وبشوفه من أحسن أنواع الغذاء، بس مثلا حد عنده منه حساسية. هل مجبر إن هو يمشي على كلامي؟ لا. دايما خليك طبيب نفسك وشوف نفسك وشوف رد فعل جسمك. ارتحت ولا ما ارتحتش؟ في حاجات كومن كل الناس بترتاح عليها، بس في حاجات مش كل الناس بترتاح عليها. ولو انت ارتحت فيه خلاص تقدر ان انت تزود بقى كل فترة. تحطه مع القهوة الصبح. بس وده كتير قوي معلقتين يعني كبار في اليوم. هما الصبح بس خلاص. لا ممكن تاخده، ممكن تجدد تاني في نص اليوم عادي. ده كان موضوع مهم جدا بصراحة، كنت حابب ان انا اسأل فيه. وعايز اشكرك حقيقي على كل المعلومات اللي انت قلتي عليها دي. يعني دايما اضافة ما شاء الله عليكي. واحنا مبسوطين جدا ان احنا اتشرفنا بيكي النهاردة في مصمم ومصمم الحلقة الرابعة. ودايما من نجاح لنجاح يا آية بإذن الله. ربنا يخليك يا أحمد، وجود لك في مصمم ومصمم. وجود لك في رحلة الهندسة بتاعتك. يا رب يا رب إن شاء الله. ودي كانت الحلقة الرابعة من بودكاست مصمم ومصمم. وخلينا نقفلها ونقول الدنيا فيها دكاترة ومهندسين وشوية ناس تانيين. أحمد فكري.